منتخبنا، ومبروك للفريق السعودي الفوز. اكيد احنا بطوله من اول ما دخلنا بها قلنا هي بطوله وديه راح نستفاد من عندها فائده كبيره لنهائيات اسيا. قدرنا انه احنا بهذه البطوله نلعب اكثر قدر ممكن من المباريات، وهو هذا كان اللي مطلوب كاعداد للفريق بشكل مميز. فانا اعتقد قدرنا نجرب ما يقارب ال 22 لاعب خلال البطوله. قدرنا نطلع بايجابيات كثيره وبسلبيات ايضا موجوده بالفريق. الاصابات اللي صارت عندنا احنا نعتبرها اصابات مؤثره ما نريدها تطول لبطوله اسيا. المباراه الاخيره هي مع الفريق السعودي، الفريق السعودي الكل يعرف فريق كبير في اسيا، لكن اكو جزئيات انا قلت قبل المباراه، قلت اكو جزئيات ممكن راح تصير بالمباراه تخلي احد الفرق يتغلب على الثاني. الجزئيات اللي صارت اكو امور يعني مو فنيه، يمكن الكل شاهد المباراه. خلينا نقول اكو مختصين مو اختصاصي التحكيم، اكو مختصين بالتحكيم، ممكن هم راح يقدرون ما ادار المباراه خلال 90 دقيقه. هذا شفناه بحديثك مع الحكم بعد المباراه. بصراحه يعني احنا بما انها هي مباراه وديه ما نريد نخرب اجواء البطوله، يعني تعرفون بطوله وديه وبطوله خليجيه وبطوله بالمنطقه والكل استفاد من عندها، لكن اكو جزئيات قلت بسيطه خرجت المباراه عن